صباح الخير عليكم او مساء الخير عليكم على حسب التوقيت والمكان اللي بتشوفوا منه الفيديو. اهلا بكم معايا وحلقه جديده من حلقاتنا على قناه سوبر مروه وزهره. بحبكم في الله حبايب زهره، صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وحطوا لايك للفيديو، اللي مشتركش يشترك وفعلوا الجرس. النهارده معايا جلسه جديده من جلسات علاج حبيبه من ضربه القطر. واللي ما يعرفش السبب، هي كانت من سنه وشويه كده كانت معاها الفون واقفه في الشارع، وسواق توك توك بيشد منها الفون ويجري، فطبعا لما صرخت ضربها بالقطر والحمد لله رب العالمين. تعالوا نشوف بقى جلستها النهارده ودي. ودي حبيبه دخلت الاوضه، هتحط البنج بقى عشان تستعد للجلسه بتاعتها. حبيب ازيكم عاملين ايه؟ بصوا احنا حاطين البنج اهو. ادعوا لي بقى ان شاء الله هانت اهي. خلاص ان شاء الله باذن الله ادعوا لي. دعواتكم لحبيبه يا جماعه، هي ان شاء الله باذن الله جلساتها قربت تخلص. احنا بنتوسل في الله خير، يعني ان احنا يعني ان شاء الله تكون قربت. يعني الدكتور مش عايز يحدد قد ايه ناقص لها جلسات، ده الجهاز اللي بتعمل بيه الجلسات بتاعتها. هو بيقول لي على حسب الجرح وعلى حسب يعني ما يختفي من نفسه، يعني الجرح يختفي من نفسه. هي الضربه بتاعتها اهي زي ما احنا قلنا هنا، بس دي كانت حاجه قديمه فقال لي انا هعملها لها بالمره. يعني ممكن يجوز ان هي بعد السنين دي كلها كانت واقعه عليها صغيره ان هي ينفع تتعمل يعني، لكن هي الجرح الرئيسي هو اللي عند الودن ده. دعواتكم لينا بقى. بصوا دي الكريمات بتاعت البنج اللي بيستخدموها، يحطوها على الجرح قبل الجلسه وبعد كمان الجلسه. بصوا اهو، ده نوع تاني. تمام، وده الجهاز اللي بيتعمل بيه الجلسه. جهاز نبضات، يعني حسب النبضات. بصوا بصوا ده الجهاز بتاع الوش. تمام، وده نبضات بس بتاعت البطن، منطقة البطن، لكن بتاع الوش بتاع حبيبة هو ده. بصوا الجلسة سعرها كام؟ سعرها أو على حسب الجرح، يعني على أنا عندي 600، جلسة حبيبة ب600، لأن جرحها هو النبضات بتاعته كده بتتحدد على حسب الجلد بيحتاج كام نبضة. من أول ما بدأ ياخد نبضات من أول جلسة قال لي هتبقى 600 كل مرة. تمام، يعني هي أول مرة اللي بتحدد سعر كل جلسة. ايام الدراسه وكده، ثانويه عامه بقى ومش عارفين بقى الثانوي دلوقتي عامل ازاي. فادعوا لي باذن الله عشان اخلص على خير وكل حاجه تخف باذن الله. هي خلاص بقى زهقت يا جماعه من الجلسات، والله العظيم بجد، يعني بقى لها سنه. في اول 3 شهور كانوا علاج وعلاج الجرح وكده، بعد كده ال9 شهور اللي بعديها عباره عن جلسات. فهي كده بقى لها سنه وسنه وشهر كمان، فادعوا لها بالله عليكم عشان هي كمان داخله ثانويه عامه يعني مش هيبقى في وقت بقى ولا الجلسات ولا مش عارفه ايه، اصلا الدروس بدات من دلوقتي. بس طبعا الحمد لله، والله شكر ربنا وحمداه على النتيجة اللي احنا وصلنا لها. يعني حبيبة يعتبر خدت ضربة كانت هتيجي في رقبتها زي بتاعت نيرة أشرف. الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا بصوا شحت لي حبيبة دي تاني، يعني ربنا حط لي فيها الروح، شحتها لي مرتين، مرة لما عطاها لي أول مرة وحملت فيها، ومرة لما يعني خدت ضربة القطر دي وطلعت منها الحمد لله. بصوا يعني بينها وبين الرقبة قد ايه، بصوا يعني فوق عرق الموت. يعني دي كانت مفتوحة زي البق كده، والناس اللي معايا من زمان اكيد شافوا صورة الجرح وموجودة على بعض الفيديوهات او جوه بعض الفيديوهات بتاعت جلسة حبيبة، كنت حاطة الصور. فبجد يعني ربنا شحت لي حبيبة مرتين، مرة لما عطاها لي ومرة تانية لما يعني ضربت بالقطر، وما زالت الحمد لله ربنا كريم ان هي عايشة. فيا جماعة الناس اللي يعني الناس اللي هي بتأثر مع عيالها، والناس اللي رامية عيالها
الناس اللي بتستخسر في عيالها، اللي معاه يصرف على عياله، اللي عنده فلوس يستثمر في عياله، في تعليمهم، في لبسهم، في اكلهم. لازم يعني حطوا بجد ثمرة حياتكم في عيالكم، لان انت الطفل ده او ابنك ده او بنتك هو معاك، ابنك وبنتك، لكن على فكرة هو مش ملكك. ده ربنا بصلك فيه الروح، حاطط لك فيه الروح كده، شحاتة من ربنا ان هو كرمك وسايب لك فيه الروح. لما ربنا بياخد الروح من اي جسد بتلاقي ابنك اللي هو ملكك ولا بنتك، بعد الشر بعد الشر، عبارة عن حاجة يعني خلاص، حاجة زي الجماد بالظبط. فوجود الروح يعني في عيالنا وفي اجساد عيالنا دي مش سهلة يا جماعة. ده ربنا كرمنا بيها بالنقطة دي، ان احنا تفضل ارواحهم موجودة في جسدهم قدامنا عشان نقدر نعيش، نقدر نكمل. ودي في حد ذاتها نعمة كبيرة وعطاء من ربنا ملوش حدود. فبلاش بلاش تيجوا على عيالكم، بلاش ترموا عيالكم. ما تعملوش زي النطع اللي عندي، الناس اللي بتطلق والناس اللي بتنفصل. ما ترموش عيالكم زي النطع اللي رميل عياله. حسبي الله ونعم الوكيل. بجد بجد انا مش متخيله ان في اب او ام يناموا وياكلوا ويشربوا وسايبين عيالهم في الشارع، ولا سايبينه في مكان حد بياكله لهم، ولا حد بيرعاه لهم، ولا حد بيعالجه لهم، ولا حد بيصرف على تعليمهم. انا مش بتخيلها، وفي ناس كتير مش متخيلها معايا، ولكن ده الواقع. ده الواقع. زي ما في خير في شر، زي ما في ناس قلبها يعني قلبها يطيب خاطر اي حد، في ناس قلبها تشال وتحط بداله حجارة، فهي كالحجارة او اشد قسوة. فيا جماعة حافظوا على روح ولادكم، استثمروا فيها فلوسكم، ما تقولوش خسارة، ما تقولوش لا، استثمروا فلوسكم بجد بجد. هو ده الاستثمار الناجح، وهي دي التجارة الناجحة مع ربنا، وان شاء الله بإذن الله.